آلاء رزق مرات محمد حورات، ايه الموقف الجميل اللي عملته آلاء مع حماها وحماتها؟ ايه رد فعل الحاج جابر والحاجة سعدية على الموقف الحلو اللي عملته آلاء؟ ويعتبر البنت في الموقف ده نفذت وصية باباها اللي وصاها لها يوم فرحها. ايه الهدية اللي الحاج جابر قدمها لآلاء بعد الموقف الجميل اللي عملته والهدايا اللي قدمتها؟ كل التفاصيل دي هنعرفها مع بعض في فيديو النهاردة. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. من يومين 3 لقينا محمد حورات وآلاء مراته منزلين فيديو ان هم عازمين العيلة عندهم على الغدا، وبعد ما آلاء ابتدت تحضر الغدا عرفوا ان الحاجة سعدية تعبانة ومش هتقدر تيجي. راحت آلاء بمنتهى الطيبة والتلقائية اللي في الدنيا، حضرت الغدا واخدته هي ومحمد وقالت له يلا بينا نروح لماما بالاكل عشان هي تعبانه، لا هتقدر تيجي ولا هتقدر تعمل اكل هناك. وكان معاهم نيره بنت ام زياد الله يرحمها، وكان معاهم انجي بنت محمود، وطبعا ريماس اساسي. ودي اكتر حاجه فرحت الناس في الفيديو، ان محمد مهتم بريماس ومش مفرط فيها، وان ريماس بتحب آلاء، ولو ما كانتش ريماس حاسه ان آلاء بتحبها ما كانتش هتبقى موجوده، لان زي ما قلت لكم قبل كده الاطفال عندهم ترمومتر حساس بيحسوا بحب الشخص اللي قدامهم، فلولا البنت حاسه بحب آلاء ليها ما كانتش هتبقى متواجده معاهم. المهم انهم بعد ما راحوا، بصراحه دي كانت مفاجاه جميله جدا للحاج جابر والحاجه سعديه لما لقوها داخله عليهم بالاكل، وما قالتش مثلا انا عروسه او انا في شهر العسل، ممكن اي حد غيري يقوم بالدور دوت، او كبرت دماغها اساسا زي ما بيقولوا، واخدت الاكل وراحت. ودي حاجه فرحتهم جدا، فرحت الحاج جابر والحاجه سعديه. وبقى الحاج جابر يقول لها اللي انت عملتيه ده موقف كبير جدا بالنسبه لي، ان انت عروسه في شهر العسل وتعبتي نفسك وجيتي. وبعدها بيوم، بعد ما حصل الموقف ده بيوم، آلاء خدت هدايا لكل اللي موجودين، من اول ريماس لحد انجي بنت محمود، ونيره بنت ام زياد، والحاجه سعديه اللي خدت له فستان واللي خدت له عبايه. حتى ريماس اعزكم الله عجبها شبشب فروه عندها راحت مديهولها، انا اسفه. طبعا دي حاجه فرحت العيله كلها وفرحت الحاج جابر، وقال لها تقديرا مني للي انت عملتيه انا هديكي 10,000 جنيه هديه مني ليكي، لما تسافري بره مصر تقضي شهر العسل اي حاجه نفسك فيها هاتيها، المبلغ ده مني انا خاص ليكي انتي. بصراحه البنت يعني عندها كم رضا وقناعه مفيش بعد كده. قعدت تشكر الحاج جابر وقالت له انا مش عايزه حاجه، انا عندي كل حاجه. البنت بصراحه متربيه جدا وهاديه ووشها فيه قبول ومحبوبه من الكل، وراحت حضنت حماها وحاولت تبوس ايده لكن هو مرضيش، وقالت له انا مش عايزه حاجه. البنت بصراحه في كل تصرفاتها انا شايفه ان هي فعلا بتعمل بوصيه باباها اللي وصاها بيها يوم الفرح، لما قال لها حماكي وحماتك هم اول حاجه وفي اولوياتك، ولازم تكوني حنينه على كل اللي في البيت وطيبه مع كل اللي في البيت. بصراحه يسلم تربيتك وربنا يبارك لك فيها، البنت جميله ما شاء الله عليها، ربنا يحميها ويحفظها. رزقك يا محمد، ربنا يسعدكم ويرزقكم بالذريه الصالحه. بعد ما الحاج جابر اصر انها تاخد الفلوس، هي قعدت تقول لمحمد انا مش عايزاها، انا عندي كل حاجه، انا مش هاخدها. وفضل محمد يحاول يقنعها كتير ان هي تاخد الفلوس وهي ما كانتش راضيه، ونهى الفيديو بان هو قال للمتابعين حاولوا تقنعوها في التعليقات ان هي تاخد المبلغ ده لانه هديه ما ينفعش ترجعه. اقبلي الهديه، تهادوا تحبوا. ربنا يبارك لك يا بنتي، لان انت فعلا شخصيه محترمه وطيبه وفيكي قبول ومتربيه وبنت ناس، وربنا يبارك لامك وابوكي على تربيتهم، وربنا يسعدك يا محمد بزوجتك، رزقك انها طيبه، وربنا يرزقكم بالذريه الصالحه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.